كنت لوحدي في الشقة، وفجأة سمعت ضحكة امرأة طالعة من الحمام. قربت من الباب وشفت نور شمعة، وفي نفس اللحظة حسيت إنه إذا ما هربت فوراً ممكن ما أطلع حي. خلوني أرجع 3 سنين لورا. وقتها كنت أشتغل سائق في شركة توصيل. شغلي ما كان له وقت محدد، ليل نهار على الطريق، وكنت أدور على شقة صغيرة قريبة من الشغل، بس الإيجارات كانت نار. واحد من زملائي قال لي: روح شوف الحي القديم تحت المدينة، هناك أرخص. قلت أجرب. الحي كان غريب، الشوارع معتمة والبيوت قديمة ومتهالكة، وحتى في بيوت طين لسه واقفة. مكتب عقارات وراني عمارة 4 طوابق. الإيجار كان رخيص بشكل بخوف، والعمارة شبه فاضية، بس قبلت. ليلة خميس كنت قاعد لحالي، مطفي الأنوار، بس ضوء التلفزيون منور الغرفة. فجأة شفت نور أصفر من الشباك. البيت اللي قبالي كان ظلام كامل إلا شباك واحد، نور شمعة، وظل شخص يتحرك. كانت بنت شابة ماسكة شمعة وتبكي. ما بعرف ليش، بس حسيت لازم أروح لها. البيت ما كان له باب، الحوش مليان تراب وزبالة، وكل شي مظلم إلا غرفة بالطابق العلوي، نفس الغرفة. قربت شوي شوي، كانت قاعدة على صندوق خشب وتبكي. لما رفعت راسها كان جمال وجهها غريب، مو طبيعي، كأنه مو حقيقي. قالت لي إنها كانت تعيش هنا قبل، وكل يوم خميس ترجع عشان تبكي وتعتذر. وبصوت مكسور قالت: أبوي انقتل في هالبيت، وأنا كنت سبب في اللي صار. سكتت لحظة، وبعدين قالت: ارجع على بيتك وطفي الشمعة. أول ما طفت الشمعة كل شي اختفى، وأنا طالع من البيت واحد من أهل الحي وقفني بعصبية وقال: هذا البيت مسكون. وقال إنه رجل اسمه عبد الله كان ساكن هنا، وزوجته سممته وقتلته. وبصوت أوطى قال: من بعد هالحادثة أي شخص سكن بالعمارة اللي أنت فيها هرب. وقتها فهمت ليش كل طوابق العمارة اللي ساكن فيها فاضية. نمت وصحيت على صوت ضحكة امرأة، وكان في نور خفيف طالع من تحت باب الحمام، نور شمعة. طليت من الشق وشفت نفس البنت. حاولت أهرب، بس باب الشقة ما كان يفتح. وفجأة طلعت امرأة سمينة لابسة عباءة سودة من المطبخ، وبصوت يخوف قالت: هذا البيت لنا. قربت مني وقالت: كل اللي سكنوا قبلك قتلناهم، بس أنت إذا تهرب تعيش. وفي نفس اللحظة باب الشقة انفتح. هربت مثل المجنون. برا العمارة شفت كل أغراضي مرمية بالشارع. حملت كل شيء بالسيارة، ومن يومها ما رجعت لهالحي أبداً. ولليوم ما بعرف شو اللي شفته ذاك الليل، ولا مين فعلاً كان ساكن هناك. برأيكم شو كانت هالبنت؟ وليش بس سكان هالعمارة كانوا يقدروا يشوفوهم؟ ولو كنتوا مكاني كنتوا ترجعوا؟